السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع في موقع Think with Mr. أحمد أو Think with me. معكم مستر أحمد العشماوي. يلا نبدأ إن شاء الله بإذن الله الدرس بتاع النهاردة اللي هو Unit 1 Lesson 3. الدرس الأول، الوحدة الأولى، الدرس الثالث. أوكي. في الوحدة الأولى الدرس الثالث ده هيتكلم عن قصة اسمها Cheng the Honest Gardener. Cheng the Honest Gardener يعني تشينج المزارع الجنايني الشريف. تشينج the Honest Gardener يعني تشينج الجنايني الشريف. يلا زي ما احنا متعودين كل مرة، تعال نبص كده على المكونات بتاعة الدرس بتاع النهاردة. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله بالمكونات اللي هي عندنا the new words. ناخد الكلمات الجديدة إن شاء الله بإذن الله زي ما إحنا متعودين، وبعدين هناخد checking questions. عايزك نشوف كده يا ترى أنت فهمت ال- القصة ولا لأ بعد ما نعرض القصة. وبعدين طبعا القسم المميز بموقعنا اللي هو AI exercises، اللي هو التمارين بالذكاء الاصطناعي. وبعد كده إن شاء الله بإذن الله بنختم السيشن بتاعنا أو المحاضرة بتاعتنا. يلا بينا، يلا بينا، بسم الله. New words، الكلمات الجديدة. طبعا أنت عارف بتعمل إيه في الكلمات الجديدة، بتسمع وبتردد وراء الكلمات وبعدين بتحفظ الكلمات بعد إحنا بنخلص شرح الدرس. أول حاجة عندنا كلمة long ago. long ago يعني منذ زمن بعيد. يعني لو قلنا إن القصة بتاعتنا happened يعني حدثت a long ago أو long ago يعني منذ زمن بعيد، يبقى this story القصة ديت happened حدثت long ago يعني منذ زمن بعيد. تمام. بتكلم القصة دي عن emperor. emperor كرر يلا. emperor. أيوة emperor اللي هو الإمبراطور. إمبرا اللي هو الإمبراطور ده كان زي إيه؟ زي كلمة كينج كده، زي الحاكم، زي الملك بتاع البلد. كان في الصين حد اسمه إمبرا. إمبرا اللي هو الإمبراطور أو الحاكم بتاع الدولة، كان بيسموه إيه؟ أيوه إمبرا. إمبرا. the most يعني الأكثر. the most. the most الأكثر. the most. important. 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 important يعني مهم. يعني لو قلنا the emperor is the most important man in China، يبقى الإمبراطور is بيكون the most important man يعني بيكون أهم شخص in China. يبقى the emperor is the most important man in China يعني الإمبراطور كان بيكون أكثر واحد مهم في الصين. بنقوله تاني، يبقى long ago. long ago emperor. emperor the most. the most important. important. يلا نكمل. beautiful. yes beautiful. beautiful يعني جميل. احنا عارفين الكلمة دي قبل كده برضو، اسمها beautiful. palace. palace. palace يعني قصر. palace اللي هو الايه؟ القصر. palace. palace. طيب ممكن نعمل جملة كمان من الكلمات اللي احنا خدناها، يعني نقوله the emperor. the emperor الإمبراطور lived يعني عاش
in a beautiful palace. The emperor الإمبراطور lived in a beautiful palace. يعني الإمبراطور the emperor lived عاش in a beautiful palace في قصر إيه؟ جميل. thank you جدعان برافو عليك. تمام؟ يبقى دي اسمه palace. palace. one day. one day يعني يوما ما أو في يوم من الأيام. زي ماما كده وجدتك بتحكي لك قصة فتقول لك كان يا مكان في يوم من الأيام حصل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى لما نقول one day يعني يوما ما أو في يوم من الأيام، ودي بنستخدمها لما نيجي نحكي قصة. one day. competition. competition. competition مسابقة. competition. ها يلا قول ورايا كده. competition. competition. أيوة competition. competition يعني مسابقة. يعني شكل الإمبراطور the emperor made a competition. شكل الإمبراطور ده عمل لنا إيه؟ مسابقة. هنعرف إيه هي المسابقة ويا ترى إيه مين اللي كسب في المسابقة دي. يعطي اسمها give. give والماضي بتاعها gave. gave. give. gave. ها أيوة برافو عليك. give. gave. seed. seed. أيوة seed يعني إيه؟ يعني بذرة. بذرة بتاعت أي حاجة، بذرة المنجاية، بذرة أي حاجة مش بتسمى إيه؟ seed. seed. gardener. ها gardener برافو عليك. في والد بيقول كلمة gardener قريبة من كلمة garden. صحيح garden يعني إيه؟ أيوة حديقة. لما نقول gardener ماشي زي farmer زي teacher يبقى إيه اسم الوظيفة دي. يبقى gardener مين اللي بيشتغل في garden في الحديقة؟ أيوة راجل إيه جنايني. تمام. يبقى ده بنسميه gardener. gardener. يبقى gardener اللي هو الجنايني أو البستاني، اللي هو الراجل اللي بيشتغل في الجنينة بينظمها وبيرويها وبياخد باله منها بنسميه gardener. gardener. تمام. اسمها إيه تاني؟ gardener. برافو عليك. طيب جيد. جيد يعني good. 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 things. things. things يعني الأشياء. things. مم. أيوة things ناخد بالي التي والاتش بتنطق ث. ث. فاحنا بنقول thing. thing يعني شيء واحد بس. لما نقول things يعني أشياء things. ها أيوة صح برافو عليك شاطر. اسمها إيه؟ برافو عليك شاطرة. تمام things. عندنا يقول. كلمة يقول يعني say. say. say والماضي said. said. say. said. ها صح برافو عليك. say. said. say. said. thank you شاطرين. يلا نكمل. عندنا كلمة يعتني بي يعني ياخد باله من حاجة ويعتني بيها. اسمها إيه؟ look after. look after. عارفين احنا كلمة look يعني ينظر، أما يتحط بعدها كلمة after معناها بيتغير شوية بيبقى معناها يعتني بيه. اسمها إيه؟ look after. ها برافو عليك شاطرين. اسمها إيه؟ ها طيب الماضي بتاعها اسمه looked after. looked after. أيوه برافو عليك. حطينا لها إيه في الآخر؟ إي دي بس الإي دي اتنطقت قلنا looked. أيوه looked after.
looked after دي الماضي يعني اعتنى بي. looked after. يبقى تاني. أيوة. look after. looked after. thank you شاطرين. لا شيء nothing. فاكرين كلمة things الأشياء. يعني لو بصينا عليها تاني كده أهو بص كلمة things الأشياء جاء منها كلمة thing يعني شيء. طيب لما نقوله ما فيش شيء يبقى نقوله no لكن نحط قبلها كلمة no وبعدين thing. طب لما نيجي ننطقها نقولها nothing. أيوة اسمها إيه؟ شاطرين برافو عليك اسمها إيه؟ nothing. طيب يحدث happen. أيوة برافو عليك هي قريبة من كلمة happy يعني سعيد فاكرينها؟ أيوة لكن دي اسمها happen بدل الواي اللي كانت هنا حاطين إيه؟ en يبقى اسمها happen. والماضي بتاعها happened. بالك بقى الإي دي هنا اتنطقت happened. happened يعني حدث يعني حاجة حصلت انتهت. يبقى happened. ها برافو عليك اسمه ايه؟ thank you. يحاول اسمها try. ايوه ها try. ناخد بالي ان الواي هنا اتنطقت شاطر برافو عليك. try. ايوه الماضي بتاعها tried. ها برافو عليك شاطر ها tried. thank you شاطرين. عندنا أسبوع اسمه week. ها أيوه week برافو عليك اسمه إيه؟ week. يسقي أو يروي كلمة خدناها من زمان بس لها معنى جديد اللي هي كلمة إيه ديت ها برافو عليك شاطر اسمه إيه؟ water. و water. water أو الماء. ماشي. طيب لما كنا واخدينها بمعنى الماء كانت اسم الحاجة دي اسمها مي water. طيب لو خدناها فعل بقى يبقى معناها يروي أو يسقي. ماشي يبقى لما تروي النبات بتاعك يبقى أنت كده بتعمل إيه برضه بتعمل water. والماضي watered. الإي دي اتنطقت دي watered. كل شخص يعني كل حد في المنطقة دي أو في المكان ده اسمها everyone. one يعني واحد و every يعني كل يعني كل واحد أو كل شخص. everyone. 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 يعطي give والماضي gave خدناها قبل كده دلوقتي. عندنا يموت اسمها die والماضي dead. طيب عندنا كلمة برضو اسمها ميت اللي هي اسمها dead. ديت الايه الصفر. يعني لما نقول مثلا آه لما نقول مثلا this plant doesn't grow النبات ده doesn't grow ما بينموش. it's dead يعني هو بيكون ميت. it's dead يعني ميت. لكن die يعني يموت ده الفعل. يبقى لما حاجة بتموت ماشي نقول عليها ايه die بتموت. لكن هنا لما يكون خلاص مات بقى وعرفنا انه ميت يبقى اسمه ايه dead ميت. شريف honest. طيب ناخد بالي هنا في حرف ما تنطقش اللي هو حرف ايه برافو عليك حرف الاتش. بدأنا نطق من أول حرف الأو اسمها honest. أيوه honest. يفوز اسمها win والماضي بتاعها won. أيوه برافو عليك بتتنطق زي رقم واحد اسمها won.
يبقى win when. ها، برافو عليك. ها، اسمها ايه؟ win when. شاطر. win when. طيب، يكذب اسمها lie. lie. والماضي lied. lied. lie. lied. ايوه، برافو عليك. lie. lied. تمام، يبقى احنا ممكن نقولهم an honest man، يعني الراجل honest، الراجل الشريف doesn't lie، يعني لا يكذب. an honest man doesn't lie، يعني لا يكذب. so he always wins، عشان كده هو دايما بيفوز. الإنسان الصادق الشريف honest and doesn't lie، ما بيكذبش. so he always wins، يعني هو دايما بيفوز. تمام كده. تعال بقى نبدأ نسمع القصة بتاعتنا مع بعض، هنقرا القصة مع بعض وتسمعها. تمام، وبعد كده هنشوف يا ترى ايه انت فهمت القصة ولا لا، من خلال بعض الأسئلة اللي انت ان شاء الله هتجاوب عليها وتلاقيها سهلة بإذن الله. طيب تعالى كده نشوفهم. بسم الله. ها، بيقول لي Cheng lived long ago in China. Cheng ده اسم ايه؟ اسم واحد. تمام. lived يعني ايه؟ ايوه، عاش. long ago in China يعني عاش منذ زمن بعيد فين؟ في الصين. يبقى Cheng lived long ago in China. The emperor was the most important man in China. ها، زي ما قلنا في المثال واحنا بنشرح كلمة emperor، يبقى احنا قلنا ايه؟ the emperor was the most important man in China. يبقى الامبراطور كان أهم واحد فين؟ في الصين. The emperor was the most important man in China. He lived in a beautiful palace. أيوه، من فاكر كلمة palace؟ أيوه، قصر. وبيوتيفول جميل. مين اللي مين هي ديت؟ أيوه، اللي هو إيه؟ The emperor. The emperor lived in a beautiful palace. الإمبراطور عاش في قصر جميل. طيب إيه اللي حصل مع الإمبراطور ديت؟ One day the emperor said، في يوم من الأيام الإمبراطور قال إيه؟ There will be a competition. ها، فاكرين؟ There will be a competition، يعني هيكون في إيه؟ competition، مسابقة. يبقى one day، في يوم من الأيام the emperor said there will be a competition، هيبقى في مسابقة. يبقى الإمبراطور صحى من النوم مرة كده وقال يا جماعة إيه؟ أنا هعمل مسابقة. إيه اسم المسابقة بتاعت الإمبراطور؟ بيقول فيها إيه؟ I will give a seed to each gardener. I will give a seed، أنا هندي إيه؟ بذرة. To each gardener، لكل إيه؟ جنايني أو بستاني في المدينة. طب وبعدين the one who can grow the most beautiful plant from the seed will be the next emperor. يا نهار أبيض على الجائزة الكبيرة. تعال نشوف هو بيقول إيه الراجل ده. بيقول the one who can grow. أيوه، the one، الواحد اللي هيقدر يستطيع can grow، يقدر يزرع أو ينبت أو ينمي the most beautiful plant، النبات الأكثر جمالا. يبقى اللي هيقدر في الجنينية ينمي أو يزرع النبات الأكثر جمالا. إيه الجائزة بتاعته؟ from the seed will be the next emperor، هيكون الإيه؟ الإمبراطور التالي. يبقى اللي هيفوز في المسابقة ديت هيكون إيه؟ هيكون الإمبراطور التالي. ماشي؟ يبقى يقول لي ها، يبقى the one who can grow the most beautiful plant from the seed
will be the next emperor. ده جايزة كبيرة خالص. طيب تعالوا نكمل بقى ونشوفوا ايه اللي حصل. Cheng was very good at growing things. فاكرين تشينج اللي احنا بدأنا بيه القصة؟ بقول تشينج ده الراجل، تشينج ده الجناين ده was very good at growing things. كان ايه؟ كان جيد جدا في زراعة الايه؟ الأشياء. تمام؟ يبقى تشينج ده كان راجل شاطر خالص في زراعة الايه؟ الأشياء. And looking after his garden. وبيعتني بالايه؟ بالحديقه بتاعته. and looking after his garden. طيب تشينج عمل ايه في البذره اللي اداها له الملك؟ he put the seed in the sun and gave it water. يبقى he put it in the sun. حط البذره بتاعته فين؟ في الشمس. حطها في الاناء ووطى عليها بالتربه زي ما احنا متعودين في الزراعه. and put it in the sun. وحطها فين؟ في الشمس. طيب ويعمل لها كمان and give it water. give it water يعني ادالها ايه؟ مي. قاعد يسقيها بالمي. طب ايه اللي حصل؟ اكيد النبات بتاعه بقى جميل. طب تعالى نشوف ايه اللي حصل. but فاكرين كلمة but؟ يبقى نحط ايدينا على قلبنا على طول في حاجة مخالفة. nothing happened. يا نهار ابيض. nothing happened. مفيش اي حاجة حصلت للبذرة بتاعته. لا نبتت ولا طلعت اي حاجة خالص. Cheng tried for weeks, but no plant grew. تشينج حاول for weeks لمدة أسابيع. قاعد يحاول ويحاول ويحاول. but no plant grew. لكن ما فيش نبات إيه؟ نما ولا اتزرع ولا كبر خالص من البذرة بتاعت الملك دي. طب وبعدين؟ يبقى عرفنا ايه اللي حصل. ما احنا قلنا Cheng was a very good at growing things and looking after his garden. كان شاطر خالص في زراعة الأشياء وكان بيعتني بالحديقة بتاعته. He put the seed in the sun. أيوة، حط البذرة في الشمس. and gave it water. واداها ايه؟ مي. but nothing happened. ما فيش حاجة حصلت. Cheng tried for weeks. حاول لأسابيع. but no plant grew. ما فيش أي نبات ظهر ولا نما ولا كبر في الإيه؟ من البذرة بتاعت الملك. طب تعالوا نشوف إيه اللي حصل. The other gardeners. يا ترى الجناينية التانيين إيه اللي عملوا؟ had plants that grew. يا نهار أبيض. كان عندهم نباتات إيه؟ نمت. at. طيب يبقى عندنا إيه؟ يبقى the other gardeners had plants that grew. يبقى الجناينية التانيين كان عندهم نباتات وكبرت ونمت وبقت جميلة خالص. at the palace. فين؟ أيوة في القصر. all the gardeners have beautiful plants. كل الجنانية كان عندهم إيه؟ نباتات جميلة. طيب تعالوا نشوف الملك الإمبراطور بيقول إيه؟ Where is your plant? The emperor asks Cheng. جه بقى يا عمنا تشينج ده وإيه؟ معاش نبات. البوت بتاعه، السيس بتاعه فاضي، مفيش نبات. فالملك بيسأله بيقول له where is your plant؟ انت النبات بتاعك اين؟ النبات بتاعك، النبات بتاعك فين يا تشينج؟ يا ترى تشينج هيقول ايه؟ ها تعال نشوف تشينج ده هيقول ايه. قال له I worked very hard. I worked. انا اشتغلت very hard بجد جدا. اشتغلت على اخر ما فيش حاجة تانية اقدر اعملها. I watered it every day. watered it every day. كان بيعمل ايه؟ بيرويها كل يوم. says Cheng. ده تشينج اللي بيقول but it didn't grow. ولكن النبات بتاعي ايه؟ ما نماش. يبقى تشينج ما كذبش. قال له انا I worked very hard. انا اشتغلت بجد. I watered it every day. كنت مروي كل يوم. but it didn't grow. لكن البذرة اللي انت اديتها لي ما ايه؟ ما كبرتش ولا نمت ولا عملت اي حاجة. طب يا ترى ايه اللي حصل بعد كده؟
الملك قال له ايه؟ then you win. قال له لا لا لا. then you win. قال له حينئذ انت تفوز. قال له تشينج فاز. تشينج فاز ازاي؟ ده ما عندوش نبات. امال ايه اللي حصل؟ says the emperor. الامبراطور قال له you win. انت تفوز. ليه يا ترى؟ The seeds I gave everyone were dead. شفت الامبراطور الذكي؟ بيقول له the seeds البذور I gave everyone اللي اديتها لكل واحد في الجنينية were dead كانت ميتة. يا نهار أبيض. يعني كل البذور اللي الجنينية خدوها إيه؟ كانت ميتة. أمال الجنينية التانيين جابوا نباتات من البذور الميتة إزاي؟ يبقى أكيد هم إيه؟ The seeds cannot grow. البذور اللي أنا اديتها لكم ما كانتش تقدر تنمو. Only you are good and honest. شفت بقى الإمبراطور الذكي كان عامل إيه؟ بيقول له only you أنت بس are good and honest اللي بتكون جيد وشريف. يبقى الراجل الإمبراطور ده راجل إيه؟ عبقري. كان عامل امتحان للناس الجيرانية بتوع اللي عندهم في البلد عشان إيه؟ عشان يشوف who is good and honest مين اللي يكون جيد وشريف. So you will be the next emperor. عشان كده انت هتكون الامبراطور الايه؟ التالي. بعد الامبراطور ده ما يموت يبقى تشينج هيكون الامبراطور الايه؟ التالي. ايه رايكم؟ قصه جميله صح؟ والامبراطور بتاعنا امبراطور ذكي صح؟ طيب تعالى نشوف تاني. يبقى احنا عندنا الايه؟ الامبراطور الذكي ديت عرفنا القصه بتاعته. يبقى هو ادى كل واحد بذره بس البذره دي كانت ايه؟ ديد ميت. كل الجاردنرز كذبوا ما عدا مين؟ تشينج. عشان كده تشينج ممكن يكون ملك. ممكن يكون the next emperor because he is a good and honest عشان هو شريف وإيه؟ وجيد. تمام؟ ثانك يو. يا ريت القصة تكون عجبتكم. إن شاء الله بإذن الله نسمعوا الجزء ده من الفيديو مرات ومرات عشان إيه؟ نحفظ الكلمات ونتابع الأحداث. تعال بقى نشوف بعض الأسئلة اللي هي checking questions. بعض الأسئلة اللي هنشوف أنت فهمت ولا ما فهمتش القصة. السؤال الأولاني بيقول لي where did Cheng put the seed؟ Where did Cheng put the seed؟ أين Cheng put يعني أين Cheng وضع الإيه؟ البذر. يا ترى Cheng فاكرين نحط البذرة فين؟ أيوه thank you جدع برافو عليك. يبقى Cheng put the seed in the شاطر برافو عليك. Cheng put the seed in the sun. حطها فين؟ في الشمس. Put the seed in the sun. عشان احنا عارفين النبات محتاج الايه؟ الشمس والميه والتربه والحاجات دي. تمام؟ السؤال الثاني What happened to Cheng's plant؟ What happened يعني ماذا حدث؟ To Cheng's plant للنبات بتاع تشينج. ايه اللي حصل للنبات بتاع تشينج؟ ايوه برافو عليك. ايوه didn't grow. didn't grow ما كبرش ولا نمى ولا حصل له اي حاجه. It didn't grow. ما نماش. It didn't grow. السؤال اللي بعد كده Why did Cheng win the competition؟ why يعني لماذا؟ ليه يا ترى Cheng win the competition؟ ليه تشينج فاز في المسابقة؟ أيوة thank you شاطر برافو عليك. because لأن he was honest عشان هو كان إيه؟ شريف أمين. تمام because he was honest. What was the competition؟ طب يا ترى ايه المسابقة دي؟ المسابقة دي كانت عبارة عن ايه؟ ايوه برافو عليك. ثانك يو. يبقى المسابقة دي كانت عبارة عن ايه؟ ان كل واحد من الجنانية هياخد بذرة ويزرعها ويجيب منها ايه؟ نبات. اجمل نبات. طب نقولها ازاي بالانجليزي؟ ايوه each gardener. ها ماشي ثانك يو كويس برافو عليك. طب تعالى نشوف بقى اجابتنا احنا.
بيقول لي the competition was to grow a seed، أو ببساطة خالص المسابقة كانت إن هم إيه يزرعوا أو ينموا بذر. يبقى the competition was to grow a seed. Okay، يلا بينا. What did the emperor ask the gardeners to do؟ What did يعني ماذا the emperor الإمبراطور ask the gardeners to do؟ يا ترى الإمبراطور طلب من المزارعين يعملوا إيه؟ من الجناينية يعملوا إيه؟ ها أيوه برضه to grow إيه؟ a seed عشان يزرعوا إيه؟ بذر. وإيه كمان؟ أيوه get ها a beautiful plant from the seed، يعني يجيبوا نبات جميل خالص من الايه من البذر، يعني grow the seed into a beautiful plant، يبقى يزرعوا البذرة بتاعته إلى إيه؟ إلى نبات جميل. طيب تعالى نشوف كده. He asked them to grow the seed into a beautiful plant. يبقى هو طلب منهم من them يعني الجاردنرز to grow the seed إن هم يزرعوا البذرة into a beautiful plant إلى إيه يحولوها ويخلوها إيه نبات جميل. طب what happened to the other gardeners plants؟ إيه اللي حصل للنباتات بتاعت other gardeners اللي هم الجناينية التانيين اللي هم كذا؟ النباتات بتاعتهم عملت إيه؟ أيوة grew and was إيه beautiful، كانت جميلة وإيه ونمت. The plants were very beautiful. The plants النباتات were very beautiful، كانت جميلة جدا. تمام؟ تعال نكمل. Why did the emperor choose Cheng to be the next emperor? Why did the emperor ليه الإمبراطور choose Cheng يعني اختار Cheng to be the next emperor عشان يكون الإمبراطور التالي. واختاره ليه؟ اشمعنى قال Cheng؟ أيوة برافو عليك thank you because he was good and أيوة honest عشان هو كان جيد وأمين. because he was good and honest عشان هو كان جيد وأمين. طيب هنيجي بقى دلوقتي لسؤال برضو عشان نشوف فهم مدى فهمك للقصة. بيقول choose the correct answer يعني اختار الإجابة الصحيحة. الصفحة اللي بعد كده هنشوف يا ترى إيه الإجابة الصح ونحط حواليها دايرة. السؤال الأولاني Who was the most important man in China؟ who was the most important man in China؟ مين كان أكتر واحد مهم في الصين؟ Thank you شاطر برافو عليك. في ناس جاوبت من قبل ما نحط الاختيارات. يا ترى the emperor Cheng ولا the gardeners؟ مين كان أهم شخص؟ أيوة في ناس بتقول تشينج ماشي، بس تشينج هيكون the most important man in China، لسه هيكون، لكن في الوقت اللي احنا قلنا في القصة إيه ما كانش تشينج، ما كان مين؟ كان the emperor. The emperor was the most important man in China. الإمبراطور كان هو أكتر شخص مهم فين؟ في الصين. What did the emperor give to each gardener؟ ها؟ What did the emperor give؟ يا ترى الإمبراطور إدى كل جناين من دول اداهم إيه؟ أيوة شاطر برافو عليك. يا ترى a seed، a plant، a flower. إيه رأيك؟ أيوة thank you. اداهم إيه؟ a seed، اداهم بذرة، ادى كل واحد منهم إيه؟ بذرة a seed. شاطرين برافو عليك. يلا نكمل. What did Cheng do when he found out that his plant didn't grow؟ What did Cheng do؟ إيه اللي تشينج عمله when he found out لما اكتشف إن his plant didn't grow، إن النبات بتاعه ما كبر؟ يا ترى هو عامل إيه تشينج؟ يا ترى he told the emperor قال للإمبراطور
ولا he lied and put a plant in the pot، ولا كذب وحط نبات في الإناء بتاعه؟ إيه رأيك؟ ولا he ran away، هو هرب. تشينج لما لقى النبات بتاعه، أيوة برافو عليك، ثانك يو، يبقى he told the emperor، قال للإمبراطور، ولا he lied and put a plant in the pot، ولا كذب وحط نبات في الأيون، ولا he ran away، ولا هرب. ثانك يو، شاطرين، برافو عليك. يبقى هو عامل إيه؟ he told the emperor، he told the emperor، يبقى he was honest وكان شريف and told the emperor، وقال للإيه؟ للإمبراطور، ما كذبش على الإمبراطور. يلا بينا نكمل. who would be the next emperor؟ who would be، مين اللي سوف يكون the next emperor، الإمبراطور التالي؟ مين اللي هيكون الإمبراطور التالي؟ أيوة برافو عليك، thank you، the emperor، the gardeners، ولا تشينج؟ ها thank you، صح، برافو عليك، تشينج. يبقى تشينج will be أو would be the next emperor، يبقى تشينج هيكون الإيه؟ الإمبراطور التالي. شاطرين خالص، برافو عليك. طيب دلوقتي بقى الجزء الثالث من الدرس بتاعنا، اللي هو the AI time، اللي هو وقت الإنسان الآلي. عندنا الإنسان الآلي بيجيب لنا أسئلة وبنجاوب عليها. يلا نشوف كده. أول سؤال سأل الإنسان الآلي عمله لنا، بيقول لي put the events in the correct order. إحنا سمعنا القصة وفهمناها الحمد لله شكرا لله، وعايزين بقى نحط الإيه؟ الأحداث ديت in the correct order، في الترتيب الصحيح. تعال نشوف الذكاء الاصطناعي عامل لنا ايه. اول حاجه بيقول لي يا ترى، هنرتبهم بقى. all the other gardeners had beautiful plants but Cheng's plant didn't grow. كل الجناينيه كان عندهم نباتات جميله، ولكن تشينج النبات بتاعه ما نماش. يا ترى دي هتبقى رقم كام في الاحداث؟ لما نيجي نرتب الاحداث هتبقى دي رقم كام؟ نمبر 2. Cheng worked very hard and watered the seed every day, but it didn't grow. But Cheng worked very hard، اشتغل بجد، and watered the seed، وروى البذرة every day but it didn't grow، ولكنها ما كبرتش. طيب إيه اللي بعد كده؟ The emperor asked Cheng where is his plant، أو where his plant was. الإمبراطور سأل تشينج، قال له فين النبات بتاعه. The emperor told Ching that he won the competition because he was only one who was good and honest. يبقى الإمبراطور told Ching، قال لتشينج he won the competition، إن هو فاز بالإيه؟ بالمسابقة. ليه؟ Because he was the only one who was good and honest، عشان هو الوحيد اللي كان إيه؟ اللي كان جيد وشريف. يبقى الأحداث دي كلها بعد إيه؟ بعد الملك ما إدى كل واحد من الجاردنرز السيد. يبقى after the emperor gave everyone a seed، أو every gardener a seed. يبقى بعد الإمبراطور ما إدى كل جنايني بذر. إيه اللي حصل بعد كده؟ ها، يلا نسيبكم تفكروا دقيقتين كده ونشوف يا ترى ايه اللي حصل. ها. ثانك يو، شاطرين، برافو عليكم. ممكن توقف الفيديو وبعدين تقرا الكلام اللي مكتوب وترتب وتشوف ترتيبك صح ولا غلط. يلا بينا نشوف ترتيبنا صح ولا غلط. أول حاجة اللي هي Cheng worked very hard and watered the seed every day but it didn't grow. يبقى بعد الملك ما ادالهم البذور، تشينج اشتغل بجد and watered the seed، وسقى البذرة بتاعته but it didn't grow، ولكن هي ايه؟ ما كبرتش. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ ها؟
أيوة صح، برافو عليك. thank you. all the other gardeners had beautiful plants. كل الجناينية التانيين كان عندهم نباتات جميلة. but Ching's plant didn't grow. ولكن نبات تشينج ما نماش. طيب بعد هم ما راحوا at the palace القصر، ايه اللي حصل؟ ايوه، الامبراطور سأل تشينج فين النبات بتاعك؟ ايوه اللي هي دي رقم 3. The emperor asked Ching where his plant was. يبقى الامبراطور سأل تشينج امال النبات بتاعك فين يا تشينج؟ طبعا تشينج ايه؟ was good and honest. كان جيد وايه وشريف. he didn't lie. ما كذبش. ايوه، قال للملك انا اشتغلت بجد ورويت الحاجات، بس ايه it didn't grow، لكن هي ما كبرتش. طيب المفاجأة اللي حصلت ايه؟ ايوه برافو عليك. thank you. The emperor told Ching that he won the competition. يبقى الامبراطور قال لتشينج ان انت اللي فزت بالايه؟ بالمسابقة. and because he was honest and good and he would be the next emperor. وان هو هيكون الامبراطور الايه؟ التالي. برافو عليك. thank you شاطرين. وده أول سؤال من أسئلة الذكاء الاصطناعي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول multiple choice question، يعني أسئلة اختيار متعدد. Who was the most important man in China؟ أسئلة سهلة طبعا. ها، مين كان أهم واحد؟ لسه قايلين من شوية. What did the emperor say to the gardeners؟ والإمبراطور قال للجاردنرز إيه؟ He will give them a seed. He will give them a pot. He will give them a plant. أيوة. Who won the competition؟ مين اللي فاز في المسابقة؟ Ching, the old gardeners، ولا the emperor؟ أيوة، تعال نشوف الإجابات الصحيحة. برافو عليكم. يبقى who was the most important man in China؟ وعرفنا خلاص إن هو إيه؟ the emperor، الإمبراطور كان أهم شخص في الصين. طيب what did the emperor say to the gardeners؟ قال لهم إيه؟ He will give them a seed. هيدون كل واحد بذر. طيب who won the competition؟ مين اللي فاز؟ thank you. تشينج هو اللي فاز بالإيه؟ بالcompetition، بالمسابقة. طيب عندنا سؤال جميل بقى، عايزك تفكر كده وتشغل تفكيرك. Can it be said on another way؟ يا ترى الجملة اللي أنا هنديها لك دي هل تعرف تقولها بطريقة تانية؟ إيه رأيك في التمرين الجميل ده؟ عايزك كده تفكر كده تشوف يا ترى ممكن نقول الجملة دي بطريقة تانية. طب تعالى كده نشوف أول جملة كده ونشوف هنعملها إزاي. بقول لي the emperor gave a seed to each gardener. الإمبراطور إدى بذرة لكل إيه؟ جناين. ها إيه رأيكم؟ حاول تفكر فيها كده. ها، مش صعبة على فكرة، بس أنت حاول تفكر كده. طيب لو بدينا ب each gardener، كل جنايني عمل إيه؟ أيوه، ها، أخذ أو حصل على. أيوه برافو عليك. ها، حصل على إيه؟ بذرة من مين؟ من اللي إيه؟ الإمبراطور. يبقى نقوله كل جنايني لإيه؟ ها؟ each gardener. برافو عليك. طيب حصل على لإيه؟ جوت. فاكرين كلمة جوت؟ جوت حصل على إيه؟ السيد، بذرة. from من مين؟ من the emperor. يبقى الجملة ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون بالطريقة دي. each gardener يعني كل جنايني got a seed يعني حصل على بذرة from the emperor من مين؟ من الإمبراطور. إيه رأيكم؟ طيب يلا نشوف كده فهمنا نعمل إيه؟ تعال نشوف الجملة التانية كده. ها، اقراها كده بالراحة وحاول شوف يا ترى ممكن تقولها بطريقة تانية ولا إيه؟ ها، Ching put the seed in the sun and gave it water. شاطر برافو عليك. احنا ممكن ايه نبدل، صح، نبدل نعمل ايه؟
نقول إن هو اداها مية الأول وبعدين حطها في الإيه؟ في الشمس. ثانك يو. يبقى ممكن تكون إزاي؟ أيوة change. أيوة give it water and put the seed in the sun. برافو عليك، بس نظبطوها بقى شوية. تبقى إزاي؟ تبقى change gave the seed water. يبقى change ادى البذرة إيه؟ مية and put it in the sun وحطها فين؟ في الشمس. خلاص؟ إيه رأيك؟ سهلة إيه؟ سهلة إن شاء الله. يلا. The other gardeners had plants that grow. يبقى الجنينية التانيين كان عندهم نباتات التي نمت. طبعا جملة طويلة كده شوية، ممكن نختصرها. ها يلا. ممكن. برافو عليك. ثانك يو. شاطر. قول ايه؟ ها. The other gardeners plants grew. عيب وعسل. جميل خالص. ثانك يو. صح. يبقى النباتات بتاعت الجنينية التانيين نمت. صح، بس احنا هنعمل ايه؟ هنحط apostrophe بعد ايه؟ the gardeners. يبقى نقولهم ها the other gardeners وابوستروف. ايه الابوستروفي ديت؟ يعني الملكية، يعني plants النباتات بتاعت الجاردنرز، بتاعت الايه؟ الجناينية. يبقى نقول the other gardeners plants النباتات بتاعت الجناينية التانيين grew يعني نمت covered. بدل ما نقول الجملة ديت ممكن نقولها بالطريقة دي تاني. تمرين جميل صح؟ يلا بينا نكمل. تعال بقى نشوف student book activities، التمارين اللي موجودة في الكتاب بتاع الطالب بتاعنا إن شاء الله. كتاب التلميذ اللي هو الكتاب بتاع الوزارة فيه شوية تمارين، يلا نحلوها مع بعض. أول سؤال بيقول لي circle the correct meaning، يعني حط دايرة حوالين المعنى الصحيح، وعايزك تجيب معنى تاني للكلمة اللي إيه اللي هو عايز يقولها لك. يعني مثلا بيقول لي an emperor is someone who is like a. الإمبراطور ده بيكون شخص اللي هو عامل زي مين؟ يبقى الإمبراطور ده كان زي مين؟ زي مثلا كينج ولا فارمر؟ ها يلا. يا ترى الإمبراطور ده بيبقى زي الكينج كده ولا زي فارمر؟ طيب نسيبكم تفكروا شوية. A palace is where an emperor. يبقى القصر بيكون المكان اللي الإمبراطور بيعمل فيه إيه؟ travels يسافر ولا lives؟ Number 3 someone who is honest، الشخص اللي بيكون honest شريف، يا ترى does not lie، ما بيكذبش ولا lies بيكذب؟ In a competition someone tries to، في المسابقة في شخص بيحاول يعمل ايه؟ win ولا lose؟ win يفوز ولا lose يخسر؟ ايه رأيكم؟ يلا بينا. برافو عليك. يلا an emperor is someone who is like a. الامبراطور بيكون، ايوه ثانك يو king. يبقى الامبراطور ده بيكون الشخص اللي عامل زي الايه؟ الملك. a palace is where an emperor lives. يبقى الايه؟ البالاس القصر بيكون مكان الامبراطور بيعيش فيه. someone who is honest الشخص الشريف ايوه doesn't lie لا يكذب. In a competition someone tries to، في المسابقة كل واحد بيحاول يعمل ايه، او في واحد بيحاول يعمل ايه؟ ايوه win يفوز. تمام. thank you. يبقى خلاص كده. تعال نشوف التمرين اللي بعده. بقول لي read and write true or false. بقول لي اقرا الجمل اللي جايه ديت وبعدين حط يا ترى صح ولا غلط. يلا هنقراهم ونسيبك برضو شويه كده تفكر وبعدين نعمل ايه؟ ناخد الاجابات. بقول Cheng was good at growing things. ايه رايك بقى؟ مش عايز اترجم، ترجم انت بقى. Cheng was good at growing things. Cheng didn't like being in his garden. Cheng didn't like، كانش بيحب إن يكون in his garden. The emperor gave all the gardeners a seed to plant. The emperor gave
all the gardeners a seed to plant. طيب Cheng's seed grew into a big beautiful flower. ها البذرة بتاعت تشينج grew into a big beautiful flower. تعال نشوف كده. ها يلا 5. Cheng looked after the seed and gave it sun and water. ها يعني اعتنى ب the seed and gave it sun and water. ترى ايه الصح؟ صح ولا خطأ؟ Cheng was sad and took the empty pot to the emperor. Cheng was sad كان ايه؟ كان حزين and took the empty الفارغ pot يعني خد الإناء اللي كان بيزرع فيه وهو فاضي to the emperor لمين؟ ترى الكلام ده صح ولا غلط؟ آخر واحدة بيقول Cheng wasn't the next emperor as his seed didn't grow. Cheng wasn't the next emperor ما كانش الإمبراطور التالي. ليه؟ as his seed didn't grow. His seed didn't grow. يلا نقرر كده ونقراهم تاني. ها Cheng was good at growing things. Thank you. صح برافو عليك. True. يبقى Cheng كان جيد في إيه؟ في زراعة الأشياء. Cheng didn't like being in his garden. ما كانش بيحب يستنى في الحديقة بتاعته. يبقى ديت إيه؟ false. خطأ. يبقى دي الجملة دي غلط. طيب The emperor gave all the gardeners a seed to plant. اداهم كل واحد seed عشان يزرعوه. Thank you. صح. تمام. Cheng's seed grow into a big beautiful flower. البذرة بتاعت تشينج نمت لإيه؟ وردة جميلة وكبيرة. الكلام ده طبعا إيه؟ false. خطأ. طيب Cheng looked after the seed اعتنى بالبذرة and gave it sun and water. أيوة thank you. صح. الجملة دي true. صح. طيب Cheng was sad and took the empty pot to the emperor. أيوة برافو عليكم. الجملة دي إيه؟ true. صح. يبقى هو كان حزين وأخذ الإناء الفارغ بتاعه للإمبراطور. فعلا ده كلام صح. Cheng wasn't the next emperor as his seed didn't grow. ما كانش هيصبح الإمبراطور التالي عشان البذرة بتاعته ما نمتش. true ولا false؟ صح ولا غلط؟ أيوة false. جميل كده؟ thank you. شاطرين. تعالى برضه دي تبع student book activities التدريبات بتاعت كتاب الطالب. ولي what is the moral of the story؟ يا ترى بعد ما سمعنا القصة وخدنا على التمرين إيه الحاجة الفايدة أو القيمة الأخلاقية اللي إحنا خدناها من قصة the Cheng and the Emperor؟ ها يا ترى كانت الفايدة إيه؟ winning is very important. الفوز is very important بيكون مهم جدا. طيب honesty is more important than winning. يا ترى الشرف والأمانة more important أيون أهم من winning، ولا everyone should plant a seed؟ كل واحد فينا لازم يزرع بذرة. إيه what is the moral؟ إيه القيمة الأخلاقية؟ ها أيوان thank you. شاطرين برافو عليك. إن honesty is more important than winning اللي هو الأمانة أو الشرف بيكون أكتر أهمية من الإيه؟ من الفوز. بكده يا حبايبي الحلوين الحمد لله وشكر لله نكون أتمينا بالحمد لله وشكر لله الدرس بتاع تشينج أند ذا امبرا اللي هو تشينج ذا اونست جاردنر اللي هو تشينج البستاني الامين. تمام.
وبكده إن شاء الله بإذن الله نكون خلصنا الدرس الثالث. إن شاء الله نشوفكم على خير بإذن الله في الدرس الرابع. الناس اللي بتتابعنا على الموقع عارفين إن هم هينزلوا إن شاء الله بإذن الله تحت، يلاقوا الامتحان اللي على الدرس الثالث، يبدأ يحل الامتحان إن شاء الله بإذن الله. الناس اللي معاها كلمات السر، طب الناس اللي معاش كلمات السر اطلب كلمات السر وبأسعار رمزية جدا. إن شاء الله بإذن الله نشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله بإذن الله في موقع Think with Mr. أحمد أو Think with me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.